خبر ايه يا ابو والد؟ خبر ايه يا راجل؟ خبر ايه يا معلم ونص؟ ليك 21 يوم رايح جاي رايح جاي، هتاكل وهتشرب. ايه في يا راجل مالك؟ ده انت خسرت ما حدش خسران يا راجل. اقول لك انا ما نحبش حد يكتر معاي في الكلام ويزيد ويقل. انا شغلي زي الساعه وراجل معروف والصناعي سمعه. كان ريحك انا. لما سمعتك سبقاك انت. ها؟ شوف نعجه هتعيط عليك. بعدين فيك يا راجل انت، ده انت يوم المره غلطت وجابت لك فول الطماطم جرستني في البلد كلها. فول الطماطم؟ اي واحد شغال في الطين طول النهار يا اخي الطين ده هيجوع يا اخي. ايوه ما انت شغال في طين. ها؟ انت شغال في طين مش شغال في برج خليفه. طيب ماشي مش شغل. هنقول لك النعجه هتعيط عليك. هتعيط علينا؟ هلب. هتعيط علينا اللي متحش علي قاعد ليل نهار في وشي انا. خد تعال انت. ايه الخمس خمسات اللي انت عاملهم ديلي؟ ده عشان الحسد. ده في ناس هتتبع بهايم. هنقول لك النعجه هتعيط عليك. هات النعجه رقيتها قدام الفرن يا راجل ما تبقاش راجل بارد. وبعدين هنقول لك انا اللي هيبني في برج خليفه مش احسن مني. خلي بالك ليه ان شاء الله الشغلانه دي تمام طلعت عيني فيه. الموضوع ده هياخد زوايا وملفات ودورانات. الموضوع مش سهل واي واحد يتكلم خلاص. ليه ما انت معدي على السريع؟ ها معدي على السريع. امال ايه؟ حط لي اشارات مرور بالمره. محطين ايه؟ محطين هنا الشغل هو شغل ده شغل ونص يا عم. ده طين، دي فرن طين مش فرن اونلاين دي. مش فرن اونلاين دي ولا هتشتغل بالبصمه. دي طين طين وريتهم يطين عليك يا اخي. بالراحه ما تدبش على الفرن تبكي بالراحه. المهم ايه دنيتك انت طيب دلوقتي؟ ايه دنيتك؟ دنيتي؟ انا هسلمك حاجه نظيفه تمام؟ انا لما انت هتسلمني حاجه نظيفه. طب انت سديتها من هنا سديتها من هنا سديتها من فوق، هنخبز ازاي انا؟ هتخبز انا ماليش دعوه. الفرن دي ايوه هترمي فيها انت علبه تفاح وكيسين عفش وشوالتين تبن وكيس بنزين. التنيه؟ التنيه؟ علبه تفاح. ليه ما القطر يراك؟ قطر يراك ما عشان تتفجر. ده انا الفرن لما تفجرتش هيبقى غير صالح للاستخدام. وين اللي جاب البنزين هنا وانا سايق موتوسيكل ياك؟ انا سايق موتوسيكل ياك يا راجل. خلاص تعبت منك يا اخي. خلاص يا اخي. ايه ظروف حسابك انت؟ عايز تحاسبني باليوميه ولا عايز تحاسبني بالمتر؟ باليوميه ولا بالمتر؟ كمان باليوميه بالمتر؟ طب ايه نظام اليوميه وايه نظام المتر؟ الملف ده عشان صعب. امال انا بنيتها على 3 مراحل. الفرن دي المرحله الاولى ايوه 600 جنيه. لا يا اخي. المرحله الثانيه 900 جنيه. ده المرحلتين. المرحله الاخيره 1000 ونص. عايز تحاسبني بالمتر؟ المتر في شغل الفرن ده مش اقل من 400 جنيه. ده المتر. 21 يوم شغال عندك انا. امال يعني عامل شغلانه سهله؟ مش هتاكل عيش انت؟ انا اللي حناكل العيش. ايوه حناكل العيش. والجيران حاكلوا معاي فيه. طب امال ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ يعني التوتال كام كله على بعضه؟ يعني التوتال 5000 جنيه. 5000 جنيه فرن الطين. ولو عوزت صيانه او حاجه او ست فواني تمام او اي حاجه الصيانه هنبعت لك المندوب بتاعي هتديه 50 جنيه في التصليح. كمان انت معاك مندوب؟ امال ايه؟ لا يا اخي. امال ايه؟ كمان يقول لي ليها باسورد. ليها باسبورد؟ امال ايه انت بتقول ليها باسبورد ورقم سري؟ لا يا اخي. اتكلم براحتك يا. ليه ما انا داخل على الواي فاي؟ ده ممكن انت توصل لها خرطوم تدفيك انت ونايم في البيت. ده الفرن. طب يا راجل انت يا راجل انت انا هنحاسبك باليوميه. عاجبك مش عاجبك اتوكل على الله. خلاص اليوميه في المرحله الاولى 600 جنيه، المرحله الثانيه 900 جنيه، المرحله الاخيره 1000 ونص. 3 ايام اضربهم وهات انا حاسبه. خلي بالك انا هكلمك. انا هتكلم لغات. انا كنت نعمل افران في المانيا. المانيا؟ لا يا اخي. نعمل افران في روسيا. وفي روسيا؟ ليه يعني انت صاحب بوتين على كده؟ امال ايه؟ لا يا اخي. طب دقيقة عشان انا جبت اخر يا راجل. انت بدل ما نبلط لك وشك بالطيب اتوكل على الله. اول ما نقبض نبقى نديك الحساب. توكل على الله. توكل على الله يا راجل. توكل على الله يا شيخ. اول رصه تقوم فيك يا شيخ. روح يا راجل روح. تقلب وشك ده زيتي. ايه ده يا عم ده؟ كلها فرن الطينه تكلف كده. لما كان جبتها جاهزه احسن انا.